السلام عليكم لي مامون، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار هذا جيت نهضر معكم في واحد الموضوع ونشارك معكم التجربه ديالي اللي هي كتخص السكر ديال الحماله اللي كيجي للعيالات اللي كيكونوا حاملين. بغيت نشارك معكم التجربه هذه الفريده، حيت انا بالنسبه ليا ما عمر شي حد كان في لونطوراج ديالي، لا ماما لا اختي لا مي كوزين لا صحاباتي لا حتى شي واحد اللي جاه السكر ديال الحماله. يعني فاش جاني كنت خايفه وما عرفتش كيفاش نتعامل، وكان عندي بزاف ديال الاسئله وبزاف د الحوايج ما كنتش عارفاهم عرفتهم، وبزاف ديال الحوايج تعلمتهم، وبزاف ديال الحوايج قلبت عليهم مني لراسي وليت كنعرف نديرهم وليت كنعرف نتعامل بهم. فلهذا قلت علاش لا ما شاركش التجربه ديالي معكم، حتى فاش كتقلب في يوتيوب قليل اللي كتلقاها هضره على الموضوع، حيت ماشي اي وحده كيجيها في الحماله. دونك قلت علاش لا ما نديرش واحد الفيديو اللي انا نفيد به البنات، واكيد اللي عندها شي تجربه شاركها معنا في لي كومونتير باش كلشي يستافد. غادي نبداو باول حاجه نوضحوها، هي فوقاش كنعرفوا السكر ديال الحمله فينا ولا ماشي فينا، وكيفاش كنديروا لها التحليله وفوقاش كنديروها. انا فاش كنت يلاه حملت الطبيب كان خرج لي الخزان ديال السكر، كنت مشيت درتو خرج لي مزيان، هذاك يعني ان ما كانش فيا السكر قبل وما كنتش مريضه به. فاش كتوصل ل 6 شهور اولا 7 شهور عطاني ندير واحد التحليلات. مشيت للابوغاتوار، كتمشي ما واكلاش قبل بواحد 10 ديال السوايع لو مينيموم. مشيت داروا لي التحليله الاولى، كنت باقا ما واكله حتى شي حاجه وما عطاوني شربت حتى شي حاجه. من موراها كيعطيوك تشربي واحد القرعه ديال الجلوكوز، كيكونوا فيه المذاقات، كيكون يا اما مذاق ديال السيترون ولا لورانج، في جميع الحالات هو حلو بزاف كيدوخ بالحلاوه، ديك الحلاوه ديالو لا تطاق. كيعطيوك تشرب داك الجلوكوز فيه واحد 70 مليلتر بحال هكاك. فاش كتشربوا، دابا نخلي لكم التصويره ديال الجلوكوز اللي شربته انا. فاش كتشربوا من موراها كتبقى جالس 1 اور، كتجلس ساعه ديال المكانه، موراها كتعاود دير التحليله. كيديروا لك التحليله الثانيه باش كيشوفوا السكر ابخي ساعه المكانه كيفاش دار طلع لك في الدم. داروا لي التحليله الاولى من بعد ساعه المكانه، وعاوتاني بقيت جالسه ساعه واحده اخرى. بيان سور ما خلاونيش نخرج من لابوغاتوار، ما خلاوني نمشي حتى شي بلاصه، بقيت جالسه تما، ما خلاونيش زعما نتحرك بزاف باش كيشوفوا السكر كيفاش كيتفاعل معاه الجسم، يعني واش الجسم كيحرق دغيا السكر اولا السكر فاش كيطلع في الدم ما كيبغيش يهبط دغيا. من بعد ساعتين سالينا خرجوا لي ريزولطا ديالي، حيت كيخرجوا لك في نهارهم. خديتهم لقيت انا السكر من بعد ساعتين عندي كيطلع ما كيوليش يهبط، يعني الجسم ديالي ما كيحرقش السكر مزيان، يعني الانسولين ما خدامش عندي مزيان في الدم. صافي تما الطبيب نتاعي نتاع الجينيكولوج شخصني انني عندي مرض سكري الحمل، صافتني عند الطبيبه نتاع السكر، حيت هي صاحبه الاختصاص وهي اللي غتقدر تتبع معايا الريجيم وتتبع معايا الحاله ديالي دوران الحماله ديالي كامله. مشيت عند الطبيبه نتاع السكر، ايفيكتيفمون قلباتني، شافت لي ريزولطا، شافت لي زاناليز، قالت لي عندي السكر ديال الحماله، وطلبت مني انني غادي نلتزم بواحد الريجيم. بالنسبه للريجيم اللي عطاتني انا غادي ندير لكم في التصويره باش تشوفوه. مثلا في الصباح خصني نوض ناكل 50 غرام ديال الخبز، مثلا ناخذ معاه بيضه ولا ناخذ معاه طريف ديال الفرماج مع قهوه حليب ولا اتاي ما يكونش حلو. وعاوتاني في الغداء خصني مثلا نعبر الخبز اولا خصني نعبر الرز ولا خصني نعبر مثلا اذا التعدس اولا اللوبيا القطنيه خصني نعبرهم. خصني ندير اون سالاد ضروريه، حيت لا سالاد ما كتخليش السكر يطلع دغيا في الدم. ولا بغيت ناكل الديسير خصني ناكل ديسير واحد، ما خصنيش نكثر، وخصني حتى هو نعبرو لك مثلا دلاح اولا بطيخ، ولا خصني ناكل حبه وحده ديال الخوخ اولا حبه وحده ديال الشهديه. وبيان سور ما بين الوجبه والوجبه مثلا الا بغيت ندير ان غوتي خصني ناخذ دانون الصوص وناخذ معاه يا اما اللوز اولا الكوز، ومن موراها خصني نتعشى. ونفس الشيء خصني عاوتاني نعبر، وعطاتني انني خصني نعبر لها السكر قبل ما ناكل في الفطور فاش كنكون يلاه فايقه من النعاس، ومن مور الفطور بساعتين، حيت انا اكتشفوا ان عندي السكر ما كيهبطش في الدم من بعد ساعتين، وانني خصني عاوتاني نعبر السكر قبل الغداء ونعبرو من مور الغداء بساعتين وقبل العشاء ومن مور العشاء بساعتين نفس الشيء. وبالنسبه للعبارات ديال السكر ما خصهمش يكونوا قبل الماكله اكثر من 90، وما خصهمش يطيحوا على 70، سينو راه كيكون السكر طاح لك بزاف. ومن مور ساعتين ديال الماكله ما خصوش يكون اكثر من 120، وخصو يكون مهم ما يكونش عشان يقل من 90 ولا ما يكونش قل من 70 نفس الشيء. صافي تبعت الريجيم، بقيت كندير العبارات ديالي، عطاتني واحد 5 ايام نعمر لها الطابلو باش نشوف واش انا داك الريجيم نفعني اولا ما نفعنيش، حيت الا مثلا الريجيم ما نفعنيش غتقول لي انني خصني نضرب الانسولين، وانا الصراحه كان عندي تخوف كبير من انني نضرب الانسولين بحكم قله التجربه، وما كنعرف حتى شي حد كما قلت لكم في لونطوغاج ديالي سبق له جا سكري الحمل اولا ضرب الانسولين، وانا كنخاف اصلا من الشوكه، يعني شي حاجه بالنسبه ليا ما باغاش نديرها كاع.
صافي التزمت بالريجيم ديالي. من موراها اكتشفت انني يمكن نمشي ناخذ واحد لا مارك غولون صبليونيه كدير بمويات زيرو سكر. انا نخلي لكم حتى هي في التصويره بالنسبه للناس اللي هما انتريسي. بقيت كنمشي كناخذهم كندير بهم لا كولاسيون ما بين الوجبه والوجبه، كناكلهم مع دانون السوس اولا كناكلهم مع شويه ديال اللوز ولا مع شويه ديال الكوز. وليت كناخذ البان كومبلي، وليت كندير لا سالاد قبل الغداء وقبل العشاء. كناكل الديسير كنعبرو حتى هو. واكتشفت حيت قلبت سوغ انترنت اكتشفت انني الا تمشيت من مور كل وجبه وتحركت ودرت افور فيزيك غادي نحرق السكر دغيا، والسكر دغيا غادي يهبط لي في الدم. وداكشي اللي كاين حيت شي مرات كنت كناكل بزاف وفاش كنت كنمشي كنعبر السكر كنلقاه يا اما حدو قدو 120 اولا كنلقاه طالع شي شويه. وفاش كنت مثلا كنسالي الماكله وكنوض كنتحرك اولا كنوض نجمع الكوزينه اولا كنخرج كنتمشى شي شويه فاش كنعبر السكر كنلقى السكر ديالي مزيان الحمد لله. داكشي اللي كان صيفط للطبيبه لي ريزولطا. الصراحه بقات دايره معايا ان سويفي حيت كان عندي السكر معتدل، كان الريجيم ديالي مزيان. صافي ما عطاتنيش الانسولين وكانت كتقول لي كل 10 ايام نعاود ندير لها يومين ديال العبارات حيت ما يمكنليش نبقى كل نهار كنعبر بنفس الطريقه حيت الصبعان ديالي غادي يطيبوا. درت معايا كل 10 ايام كل 15 يوم كناخذوا يومين وكنبقى نعبر لها قبل الفطور ومور الفطور قبل الغداء ومور الغداء قبل العشاء ومور العشاء. وكنصيفط لها لي ريزولطا باش ما نكذبش شي مرات كانوا كيكونوا عندي شي شويه طالعين ولكن ماشي لي ريزولطا د النهار كاملين طالعين. مثلا من مور الغداء مره طالع اولا واحد المره كنت في الصباح فطرت بالمسمن وخديت راحتي وكليت في خاطري وكان السكر طلع لي الصراحه وما هبطش، ومع كنت فطرت وما تحركتش وما بغيتش نغش راسي قلت غنصيفط هذوك لي ريزولطا كيما هما للطبيبه ونشوف شنو غتحكم عليا. قالت لي ضربي الانسولين ضربيه، ما قالتليش ربي نجاني. داكشي اللي كاين صيفط لها لي ريزولطا قالت لي خصك ديري اتونسيون وتحاولي تبعدي من داكشي كامل اللي كيطلع لك السكر وصافي. قالت لي سينو راه غادي نضطروا اننا نضربوا الانسولين. صافي دابا انا هادشي اللي كنعاود لكم راه فاش كانت عندي 6 شهور. دابا انا كنسجل الاوديو ما بقات لي 2 سيمين ان شاء الله نولد. بيان سور شويه بشويه بدات كتحيد مني ديك الدهشه نتاع السكر ديال الحماله، وليت كناخذ شي شويه راحتي في الماكله. مثلا من مور الوجبه فاش كنلقى السكر طاح لي بزاف كناخذ انفخوي، مثلا كناخذ شهديه كناخذ خوخه كناخذ معاها شي حاجه ديال اللوز شي حاجه ديال الكوز كنشرب معاها الماء كنحاول انني نتحرك. السكر اوتوماتيكمون دغيا كيهبط لي في الدم دونك ما كنلقاش مشكل. وليت كناخذ عندنا بحال واحد مون لا كلاص عندنا في المدينه نتاع فاس سميتو جيلا دورو كنمشي عنده كناخذ كلاص ناتور بيستاش كناكلو كنعبر من موراه كنلقى السكر ما طلعليش اولا كناكلو وكنخرج كنتمشى شي شويه كنلقى السكر ما طلعليش. ما نكذبش عليكم حتى ماكدو كليتو واخا بسكري الحمل كليتو وكنتمشى فاش كنعبر السكر من موراها كنلقى السكر ما طلعليش. يعني فاش كنخرج على الريجيم ديالي اولا كندير شي حاجه ما موالفاش كنديرها اوتوماتيكمون ابري 2 زور كنعبر السكر باش كنشوف واش ديك الحاجه طلعت لي السكر ما نعاودش نديرها اولا ما طلعتليش السكر. اللي نقدر نقول لكم اللي فيها سكري الحمل الحركه، في الحركه بركه والله العظيم. الا تحركتوا كونوا اكيد ما تحتاجوا لا الريجيم سيفير زعما ريجيم حاد، ما غاديش تحتاجوا الانسولين ما تحتاجوش لهذا الشيء كامل. غير كولوا ماكله صحيه. الانسان مره كيتشهى ما فيها باس الا دار شي خرج على السطر والواحد يتحرك. كونوا اكيدين ان السكر كيتحرق بواحد السرعه فائقه. في الحاله ديالي انا صراحه باش ما نكذبش فاش مشيت عند الجينيكولوج ديالي قال لي عندك البيبي هابط شي شويه يعني ما خصكيش تمشي بزاف، حيت انا كنت صراحه كنتمشى بزاف في الحمله ديالي كنت كنتحرك. كان صافي واخده ديك الفكره انني خصني نولد طبيعي خصني نتمشى خصني نكون مزيانه. المهم داك الافكار اللي كنسمعوهم كاملين. واخا الطبيب ديالي قال لي ما خصكيش تمشي بزاف مع ذلك كندير واحد 10 دقائق 15 دقيقه 20 دقيقه كنتمشاها ما كضرني حتى شي حاجه نهائيا بالعكس كتنفعني والحمد لله. شتي مع هذا السكر ديال الحماله واخا هو مرض والمرض خايب والواحد كيخاف على راسو كيخاف على البيبي ديالو، ولكن والله العظيم الا كانوا فيه شي فوائد كانني مثلا ما غلطتش بزاف ما زدتش في لو بوا حيت الحمد لله تبعت ريجيم. حيت الا جينا نهضروا على الاضرار ديال سكري الحمل راهم خطيرين يعني الانسان ما خصوش يتغاضى عليهم او لا يتهاون او لا ما يديهاش فيهم. الا السكر طلع لك اوتوماتيكمون تقدر الطونسيون تطلع لك ولا طلعت لك الطونسيون تقدر تكون ولاده مبكره تقدر تجيك شي كومبليكاسيون في الصحه ديالك تقدر تاثر على البيبي. كاين اللي كتجيهم الماكروزومي يعني البيبي تيكبر في الكرش بزاف تيغلاض حيت كيجيه حتى هو السكر ديال الحماله.
كاين اللي مثلا كيقول لك بيبي مسكين زاد عنده تقبه في القلب، الله يستر، هذوك حتى هما كيكون مثلا لا مامون فيها السكر الحماله. كاين اللي كتلقى لا مامون كتغلط بزاف حيت كتاخذ راحتها وكتاكل اللي بغات. يمكن الله يستر البيبي لي زورغان ديالو الاعضاء ديالو يتنفخوا له ويموت. كاين يمكن له البيبي عاوتاني يموت غير هكاك حيت داك السكر يطلع، حيت فاش لا مامون السكر كيطلع لها، بس البيبي ماشي السكر كيطلع له، البيبي السكر كيطيح له، يعني تقدر حتى هو ياثر عليه. يعني خص الانسان ماشي يتهاون في هذا الموضوع هذا، حيت انا بزاف د الناس في لونطوراج ديالي كيقول لك هادشي عادي، كاع المراه العيالات الحاملات كيجيهم السكر ديال الحماله ماشي شي حاجه. ولكن انا هاد الهضره هادي كامله ما ديتهاش فيهم، وتكونسونطريت على راسي وفكرت في صحتي وفي صحه الجنين ديالي. وبزاف اللي غادي يتسائلوا غادي يقول لك السكر ديال الحمله باش كيجي، واش حيت كتاكلي الحلاوه بزاف، واش حيت ما كديريش ان ريجيم، واش انا باش ما نكذبش عليكم، انا في الاول الحمله ديالي ما كنتش كناكل تقريبا كاع، كنت كناكل الدسر بزاف ولكن ماشي سبب كافي. كنت كناكل الدسر كيف مولفه كناكلو ديما قبل ما نتزوج وفاش كنت في دارنا وفاش كنت صغيره. يعني انا كيعجبني الدسر وكيعجبوني لي سالاد، يعني كنت كناكل الدسر. ولكن هو بامكانك ديري ريجيم من الاول د الحماله ديالك ويجيك السكر د الحماله، خصوصا الا كان عندك شي حد في العائله ديالك قريب لك، الاب ديالك، الاخت ديالك، الام ديالك فيهم السكر، يعني يقدر يجيك وراثي. وانا الاب ديالي فيه السكر، مريض بالسكر، فلهذا جاني السكر ديال الحمل، يعني جاني وراثي. يعني واخا كنت ندير ريجيم وما ناكلش السكر كاع من الاول د الحماله ديالي كان غادي يجيني. ومن الاحسن الانسان يدير ريجيم، حيت كاين اللي ما كيديروش ريجيم وفاش كيمشي من فاش كيولدوا كيبقى فيهم السكر ديال الحماله، وكاين اللي ما كيديروش ريجيم وفاش كيولدوا كيمشي منهم السكر ديال الحماله، حيت هو مسمينو سكر الحماله حيت كيجيك في الوقيته ديال الحماله وان فوا كتولدي كيمشي منك. وكاين اللي ما كيديروش ريجيم وفاش كيمشي منهم كيولدوا كيمشي منهم اكيد السكر ديال الحماله وكيعاود يرجع لهم من بعد. يعني الانسان خصو واخا يولد يبقى داير ان سويفي، يبقى حاضي مع راسو، يبقى كيدير لا مارش، يبقى كيتحرك، يبقى كيدير واحد لي فور فيزيك، يبعد شويه على السكر، ماشي يحرم راسو كاع، ولكن يعرف فوقاش ياكل وكيفاش ياكل وكيفاش يدير ياكل. مثلا انا مشيت للقهوه، تشهيت واحد الكريب خديتها غادي ناكلها، فاش نسالي الجلسه ديالي غنخرج غنتمشى واحد ثلث ساعه ولا واحد ربع ساعه عاد نمشي في حالي باش نحرق داكشي اللي كليتو. ها انا منها ما ضررش صحتي، وها انا منها متعت راسي. المهم هادشي موضوع طويل، وانا حاولت نشارك معكم التجربه ديالي وداكشي اللي انا استفدت منه في هذه المده هذه القصيره، حيت انا كما قلت لكم دابا انا ان شاء الله باقي لي 2 ديال السيمانات ونولد. شاركت معكم التجربه ديالي من 6 شهور د الحماله حتى لدابا. واكيد فاش تيكون عندك السكر ديال الحماله كاين اللي كيولدوا طبيعي. انا الطبيب ديالي قال لي من الاحسن تولدي سيزاريان، حيت قال لك البيبي فاش كيكون فيه السكر ديال الحماله كيكون زعما لا مامون فيها، يعني راه حتى البيبي اوتوماتيكمون فيه. قال لك البيبي ما كيقدرش يصبر لي كونتراكسيون، يعني ما كيقدرش يصبر للزحمات، كيخافوا هما اللي تمشي مثلا الولاده تطول بزاف، حيت كاين اللي كتولد دغيا، كاين اللي كيبقى فيها الحريق 12 ساعه، كاين اللي كتبقى 24 ساعه، كل وحده ولوكا ديالها. قال لكم كيخافوا ان البيبي مع الحريق مع الزحمات يسخف لهم ويمشي يموت، الله يستر. فلهذا قال لك كيفضلوا سيزاريان باش كي ايفيتيو لو ريسك كامل. كانت هذه التجربه ديالي، نتمنى نكون فدتكم، نتمنى نكون عطيتكم التجربه ديالي كما هي. انا ان شاء الله مازال باقا غادي نولد، مازال باقا غندير التحليلات باش نشوف السكر واش مشى ولا ما مشاش. الطبيب عطاني نضرب واحد 2 شوكات ديال الريه ديال البيبي، غادي نضربهم ان شاء الله في الكلينيك يومين قبل ما نولد. غنضرب الشوكه الاولى ولا غد لي عاوتاني نضرب الشوكه الثانيه، والنهار الثالث عاد ان شاء الله ندخل نولد. حيت فاش كتكون سيزاريان بروغرامي غادي نولد ان شاء الله على 38 سيمانه و4 ايام بحال هكاك. فلهذا كيخافوا ان البيبي يخرج وتكون الريه ديالو باقا ما متهيئاش انها زعما تشم داك الهواء ديالنا اللي حنا مولفين كنشمو، كيكون مسكين هو باقي في خاجيل. دونك كيضربوا لك هذوك الشوكات، وهذوك الشوكات اللي غادي يضربوهم اللي كيطلعوا السكر اوتوماتيكمون في الدم، كيطلعوا السكر. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش السكر ديال الحماله كيطلعوا لهم السكر الحرك انا، دونك غادي يطلعوا لي السكر في الدم. فلهذا الطبيب ان شاء الله عطاني الانسولين نضربها من ديك اليومين اللي غنضرب فيها دوك الشوك، غنضرب حتى الانسولين. قدر الله ما شاء فعل. عييت هربانه من الانسولين باش ما نضربوش، ولكن خصني نضربو ضروري باش السكر يتقاد لي ديك اليومين باش ان شاء الله نهار الثالث نولد. دابا شاركت معكم التجربه ديالي لحد الساعه وان شاء الله الا كنتو انتريسي فاش نولد وفاش يفكني الله على خير دعوا معايا، الله يخليكم الدعوات ديالكم، دعوا معايا ربي يفكني على خير، البيبي يتولد بخير وعلى خير، ندوز هاد التجربه ونكملها كامله بخير وعلى خير.
ان شاء الله ندير لكم فيديو ونقول لكم الحماله، نقول لكم زعما الولاده كيفاش دازت لي، ونقول لكم دوك الشوكات اللي ضربتهم باش حسيت وباش ما حسيتش، نقول لكم فاش ضربت الانسولين باش حسيت وباش ما حسيتش، نرد عليكم واش مشى مني السكر من بعد الحماله او لا ما مشاش مني، نقول لكم جميع لي ديتاي باش تستافدوا منهم. ولكن هاد المعلومات اللي عطيتهم لكم كنظن اي وحده في هاد الوقيته اكتشفت ان فيها سكر الحماله او لا عارفه راسها فيها سكر الحماله، كنظن ان هاد المعلومات هادو غادي يفيدوها هاد الساعه هادي، ولا على الاقل لا ترتاح تقول راه كاين شي وحده بحالي، او لا الا ما كانتش عارفه شكون اللي وصيها ولا شكون اللي نصحها تستافد من التجربه ديالي. واكيد الا كان عندكم شي اسئله خليهم لي في الكومونتير نجاوبكم عليهم. واي وحده مريضه واي وحده حامله الله يشافيها والله يفكها على خير. خليتكم على خير، تهلاو لي فراسكم.